بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كل بخير ان شاء الله يا ربي. اليوم وصفتنا سهلة مهلة، تصلح القهوة العشية ولا فطور الصباح. راح تحصي على 40 حبة من اروع ما يكون، تجي تقرمش رائعة جدا. بلا ما نطول عليكم خاوتي، ديروا لي لايك وفعلوا زر التنبيهات وما تنساوش الاشتراك في القناة. ويلا مباشرة نروح نشوفوا طريقة التحضير وكذلك المقادير. نقول بسم الله ونروح نبداو على بركة الله. في ريسيبيون نديروا 3 بيضات بحرارة الغرفة، الحجم تاعهم متوسط. نزيد نضيف عليهم كأس من السكر حبيبات ناقص اسبوعين، رشة من الملح. نخلطوا كلش مع بعضها بالباتير ولا بالفوي حتى يذوب السكر تماما، مش حتى يبيض الخليط نتاعنا. بعد ما يذوب السكر تماما نروح نضيفه خليط بين المارغرين وكذلك الزيت النباتي، نضيفوه غير بشويه وفي نفس الوقت نخلطه بالباتر ونتاكدوا تماما حتى يخش في الخليط نتاعنا وينسجم وما يعودش يبان باه نحبسه. ونروح في هذه المرحله نضيفوا ملعقتين كبار من العسل، ونضيفوا كذلك مبشور حبه ليمون. نزيد نضربوا شويه بالباتر ونروح نجمعوا هذوما السوائل بكأسين كما راكم تشوفوا مبدئيا من الفارينة، ونضيفوا ملعقة صغيرة جدا من البيكربونات الصودا وملعقة كذلك صغيرة اللي تجي فوق تاع القهوة من خميرة الحلويات تقريبا الوزن 8 غرام. ونبقاو نصبوا في الفارينة غير بشوية حتى تتجمع ونتحصلوا على قوام يكون طري. هذيك هي كمية الفارينة اللي قعدت. نروح مباشرة بلا ما نخليوها ترتاح نحطوا شوية تاع فرينة فوق سطح العمل ونطحوا العجينة تاعنا ونطبعوها بطبع دائري يكون كبير، ونحطوها في بلاطو اللي كنا فرشنا فيه ورق الزبدة. من بعد نروح نجيبو صفار بيضاء نحطو فيها شويه تاع قهوه ندهنو بها لي غاليت نتاعنا ونزينوها بالفرشيطه، نديروا لها خطوط وندخلوها طيب في الفرن على 170 درجه تحمر جيدا من التحت ومن الفوق. وهنا الحلوى تاعنا راهي واجده من اروع ما يكون. تتحصي على 40 حبه رائعه جدا والحجم تاعها ما شاء الله كبير. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم وكنت اليوم خفيفه ظريفه عليكم. وهنا خاوتي راح نقسم لكم كعبه، شوفوا كيف ما تجي ما شاء الله محمره الله الله بهذيك الكميه العسل اللي حطيناها، تجي رائعه جدا. ان شاء الله تجربوها. واذا حابين الوصفه بالتفصيل الممل راهي موجوده على القناه، تصفحوا القناه ستجدون الوصفه. وهنا خاوتي وصلنا الى النهايه، ما قعد لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى باذن